السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. ودي تاني حلقه من سلسله يعني ايه مواصفات. في الحلقه الاولى اتكلمنا على الشاشات وازاي تختار الشاشه المناسبه ليك. لو انت لسه ما اتفرجتش على الحلقه هسيبها لكم هنا في الاي. وفي الحلقه دي هنشوف ازاي نختار البروسيسور. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا خالد جد ويلا بينا. في الاول خلينا نعرف ايه وظيفه البروسيسور. بشكل مبسط البروسيسور هو العقل لاي كمبيوتر او موبايل، وبيكون اسمه سي بي يو، ودي اختصار لكلمه سنترال بروسيسنج يونت، وهو عباره عن شريحه بتستقبل الاوامر اللي بتيجي من كل مكونات الجهاز زي الزراير، تاتش سكرين او الكاميرا، وبعد كده بيبدا يعالج الاوامر دي ويطلع النتائج على الشاشه. فكل ما الفتره الزمنيه اللي البروسيسور بيحتاجها علشان يعالج الامر ويطلع النتيجه على الشاشه تقصر، كل ما ده يدل ان البروسيسور اسرع واقوى. يعني مثلا على سبيل المثال انت ماسك موبايلك وفاتح الكيبورد وبتدوس على حرف A، فالبروسيسور بيستقبل الامر ده من التاتش سكرين، وبعدين يبدا يعالج الامر ويرسل بعد كده اشاره للسكرين علشان تنور بيكسلز معينه جوه الشاشه ترسم الحرف اللي انت دوست عليه. وكل ده طبعا بيتم في اجزاء من الثانيه، وخصوصا لو العمليه اللي انت بتعملها بسيطه ومش معقده. لكن لو هتشغل لعبه مثلا او هتعمل مونتاج لفيديو او مثلا هتصور بكاميرا الموبايل بجوده عاليه زي 4K او 8K، هنا هيبان معاك قوه البروسيسور الحقيقيه. وبالتالي لازم تبقى فاهم هتختار البروسيسور ازاي، وتبقى قادر تحدد هو البروسيسور الموبايل ده اقوى ولا الموبايل ده البروسيسور بتاعه اقوى، وخصوصا لو الاثنين في نفس الفئه السعريه، فده هيبقى موضوع محير جدا جدا بالنسبه لك. فانا بقدر المستطاع هحاول ما ادخلكش في تفاصيل تقنيه، سامحني يا رب، لكن هخليك تبقى قادر لما تيجي تشوف ارقام المواصفات بتاعه البروسيسور تبقى عارف كل رقم من دول بيعمل ايه وهيفيدك بايه. مبدئيا في موقع مشهور جدا جدا انا عن نفسي بستخدمه بشكل مكثف لما باجي بعمل اي مقارنات ما بين موبايلات او تابلتس. الموقع ده اسمه gsmarena.com. طبعا ده مش اعلان للموقع، لكن انا بحاول ان انا اشاركك بكل المعلومات المفيده اللي ممكن هتساعدك في الموضوع ده. المهم لما نيجي ندخل على الموبايل اللي بنشوفه او بنقارنه بموبايل تاني بنلاقي المواصفات موجوده عندك بالشكل ده. بس خلينا نوضح كل الحاجات المهمه اللي ممكن تشوفها ولازم عينك تلقطها. واول حاجه هتاخد بالك منها هو الشركه المصنعه ونوع البروسيسور. ومن اشهر الشركات واقواها على الاطلاق هي شركه كوالكوم، هتلاقيها بتصنع بروسيسور مشهور جدا اسمه سناب دراجون، والبروسيسور دي معروفه بالتوازن ما بين الاداء واستهلاك الطاقه. يجي بعدها شركه سامسونج وتلاقيها بتنزل بروسيسورز من نوع اكسينوس، والبروسيسورز دي الى حد ما بتميل ناحيه الاداء على حساب توفير الطاقه. وبعدها هنلاقي شركه ميديا تك وهنلاقيها بتصنع بروسيسورز من نوع دايمنستي، لكن البروسيسورز دي لحد ما موجهه للموبايلات الميد رينج. وطبعا في الاخر البروسيسورز اللي بتنتجها شركه هواوي اللي هي من نوع كيرن، لكن للاسف مستقبل التطوير في الشيب دي بالذات مجهول لحد يومنا هذا، وده طبعا بسبب العقوبات اللي فرضتها امريكا على شركه هواوي. فلو بتقارن اتنين بروسيسور من نفس المواصفات بالظبط لكن مش عارف انهي نوع فيهم افضل من التاني، فبالترتيب كده السناب دراجون، الاكسينوس، وبعد كده ميديا تك او دايمنستي. وطبعا البروسيسورز الاي بايونيك بتاعه ابل بره الترتيب ده لان اللي عايز يشتري ايفون ما عندوش اي اختيار تاني او بدايل غير ان هو يستخدم البروسيسورز اللي بتنتجها شركه ابل، ولكنها طبعا بروسيسورز قويه جدا جدا. وتاني حاجه نبص عليها بعد على طول البراند واسم الشركه المصنعه هو عدد الكورز اللي البروسيسور ده جاي بيها، ودي محتاجه حبه تركيز شويه. مبدئيا البروسيسور اللي فيه كور واحد بيقدر يقوم بمهمه واحده بس في نفس الوقت. يعني لو قلنا مثال كده، فلنفترض ان في شخص جالي عايز ينقل 100 طن رمل من نقطه A لنقطه B، وبعد كده جالي شخص تاني عايز ينقل 100 طن زلط من نقطه A لنقطه B برضه، وانا ما عنديش غير طريق واحد وما ينفعش يمشي فيه غير عربيه واحده، فانا مش هيبقى عندي اي اختيار غير ان العربيه تفضل تنقل في الرمل من نقطه A للنقطه B لحد ما تخلص الرمل الاول، وبعد كده تدخل على الزلط بنفس الطريقه. وده بالظبط اللي بيحصل في البروسيسورز السنجل كور. لما يبقى عندك امرين في نفس الوقت البروسيسور بيمسك اول امر ويخلصه الاول، وبعد كده بيعمل الامر اللي بعده. ومن هنا جت فكره ان احنا محتاجين اكتر من كور في نفس البروسيسور علشان نقدر ننفذ اكتر من عمليه واكتر من امر في نفس الوقت، ودي بنسميها المالتي تاسكينج. ففي الحاله دي على المثال اللي فات هيبقى عندي طريقين، كل طريق فيهم في عربيه، ممكن اشغل اول عربيه واول طريق ينقلوا الرمل، وتاني عربيه وتاني طريق ينقلوا الزلط، وبكده اكون نقلت الاتنين في نفس الوقت. وده اللي بنسميه البروسيسور الدول كور، يعني فيه 2 نواه. وهنلاقي طبعا عندنا الكواد كور والهكسا كور والاوكتا كور، وكل ما يكتر عدد الكورز كل ما يكون الجهاز قادر ان هو ينفذ اوامر ويقوم بعمليات اكتر في نفس الوقت.
طيب من المثال اللي فات ده بقى عرفنا ان الكور ممكن نقول عليه ان هو الطريق اللي العربية ماشية فيه. اما العربية بقى نفسها اسمها ايه؟ جوه كل كور بيبقى فيه حاجة افتراضية اسمها ثريد، والثريد ده هو قدرة البروسيسور انه يجزأ المهام الكبيرة لمهام اصغر بحيث انها تبقى اسهل في تنفيذها واسرع. فكل ما عدد الثريدز يكتر جوه الكور الواحد، كل ده ما يخلي الكور نفسه يشتغل بكفاءة اكبر ويخلص عمليات بشكل اسرع. وهنلاقي ان اغلبية البروسيسورز بتدعم 2 ثريدز جوه كل كور. فمثلا لو انا عندي امر محتاج يتجزأ على 100 ثريد، وفلنفترض ان الثريد بياخد ثانية واحدة بس عشان يتنفذ، فانا مع التو ثريدز محتاج 50 ثانية. بس احنا اتفقنا ان كل كور موجود في البروسيسور مسؤول عن مهمة واحدة بس. بمعنى لو انا عندي بروسيسور 8 كور وعندي مهمة بس كبيرة شوية، فدي هتتنفذ على كور واحد بس. طب وبقية ال7 كور هيقعدوا يقزقزوا لب. وهنا يجي دور فانكشن اسمها simultaneous multithread، ودي ببساطة بدل ما بقية الكورز يقعدوا يقزقزوا لب، لا يا حبايبي تعالوا ساعدوا اخوكم اللي مطحون لوحده. فعلى نفس المثال اللي فات، بدل ما البروسيسور كان هيشتغل ب2 ثريد في الثانية، لا ده في الوقت دوت هيشتغل ب16 ثريد في الثانية. ودول طبعا اجمالي الثريدز اللي موجودة في بقية الكورز كلها. وده معناه ان الامر اللي انا طلبته هيخلص في 6 ثواني وربع بدل من 50 ثانية. وده هياخدنا لحاجة مهمة قوي اسمها الكلوك ريت. فاكرين مثال عربيات النقل؟ اهو الكلوك ريت ده هو سرعة العربية اللي بتنقل الرمل من نقطة A لنقطة B. يعني ببساطة العربية بتخلص النقلة في قد ايه بالظبط وترجع تاخد حمولة تانية. والكلوك ريت ده بيتحسب بالجيجا هرتز، فكل لما يزيد الرقم ده كل ما ده يدل على سرعة الثريدز اللي جوه كل كور. يعني عربيات النقل اللي بنشوفها على الدائري ديت اللي بتعمينا رمل طلعت ثريدز مستعجلة؟ ايوه بالظبط كده. بس لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، وهو كل ما يزيد الكلوك ريت كل ما هيزيد استهلاك الطاقة وهيخلص معاك البطارية بسرعة. ودي المعادلة الصعبة اللي الشركات بتحاول تحلها، هو التوازن ما بين أداء البروسيسور واستهلاك الطاقة. فالشركات هتفضل تفكر يا ترى نعمل ايه بقى علشان ما نزودش الكلوك ريت ونحافظ على البطارية وفي نفس الوقت نزود السرعة والأداء، نقلل حجم الترانزستورز اللي موجودة جوه البروسيسور. وهنا يظهر لنا مصطلح جديد وهو النانوميتر، والرقم ده الوحيد اللي كل ما يقل بيكون معناه ان البروسيسور ده أسرع وفي نفس الوقت بيستهلك طاقة أقل. واحد بقى بيسألني سؤال مهم جدا، هو البروسيسورز اللي فيها 8 كورز كل كور من دول بيبقى نفس المواصفات، نفس السرعة والأداء واستهلاك الطاقة؟ في الحقيقة لا، لأن كل شركة مصنعة ليها الفلسفة بتاعتها في توزيع الكورز وتوزيع الكلوك ريتس على الكورز اللي موجودة جوه البروسيسور. وده طبعا علشان يحاولوا ان هم يقللوا تكلفة التصنيع وفي نفس الوقت يقدموا أفضل أداء وأقل استهلاك للبطارية او الطاقه. فهنلاقي ان البروسيسورز الاغلب الشركات المصنعه عندهم كور او 2 بكلوك ريت عالي، ودول بيكونوا مخصصين للبرامج والالعاب اللي بتحتاج بروسيسنج باور عالي. وبيكون في من 2 ل 3 كورز تانيين بيبقوا ميد رينج، ودول تقريبا بيكونوا مصممين عشان البراوزنج وتشغيل الاغاني والحاجات دي. والكورز بقى المتبقيه في البروسيسور بتبقى الكلوك ريت بتاعها قليل، وده بسبب انها بتبقى مخصصه للبرامج اللي شغاله في الباك جراوند والسيرفيسز. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي لاصحابك علشان يستفادوا هم كمان، وما تنساش تكتب لنا في التعليقات لو عندك اي اسئله او استفسارات عايزنا نجاوبك عليها. سلام.